السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النور والسرور بالورد والفل والياسمين والبخور. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة كله كده طاقة وحيوية ونشاط. ويلا كده بقى ايه، انسوا بقى فرهدة الحر اللي احنا فيها دي، وقومي اشربي لك كده اي حاجة كده تفوقك كده وروقي على نفسك. وقومي بقى ايه، روقي الشقة. يعني نروق على نفسنا ونقوم نروق الشقة. هنعمل ايه كده؟ اول حاجة معايا هنا الاول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا بقى كان عندي الاول حبة غسيل. يعني ايه، غسيل عايز يتلم من على الحبل ويتطبق، وغسيل عايز يتنشر. فعايزه اقول لكم لا، هو ده اصلا تقريبا ما بيخلص، هو ده بيتكاثر ذاتيا زيه زي المواعين بالظبط. يعني ما شاء الله تحس ان متعرفش فيه ايه. فهنا بقى لميت بسرعة ونشرت كده الغسيل التاني، وهطبق بقى الغسيل اللي لميته. طبعا انا عندي الغسيل بحب يا اما اطبقه وانا بشيله من على الحبل، يعني ايه كل ما اشيل حاجة اطبقها، يا اما الم كله او مطبقه على طول. ده طبعا حلو انك انت بصي الهدوم حتى تلاقيها بصي مفروده ازاي قدامك، ما تبقاش مكرمشه كده وشكلها وحش. لا يعني انت زي خلاص يعني جيتي على نفسك ونشرتي ولميتي وتعبتي فيه، فتعالي على نفسك وكملي جميلك وطبقيه بالمره. عندك بنوتك او ابنك يقدروا يطبقوا او كده، حتى لو صغيرين خليهم يتعلموا. مش عيب، هما حلو ان هما يعتمدوا على نفسهم في حاجة زي كده. حتى لو اديت لكل واحد غسيله يطبقه، قولوا له لا اعمل طبق الهدوم كلها. هيقول لك لا انا اطبق هدومي بس. قولي له لا، ما هو زي ما انا غسلت غسيلكم كله عادي، انت طبقوا كله مش مشكلة، او انت طبقيه كله. يعني علميهم ان هما ايه يساعدوك، يبقى في مشاركة كده ما بينكم. وكله برضو في ميزان حسناتكم كده برضو، ان كل حاجة يعني بنعلمها لهم، بنكسب ثوابها. وكل حاجة هما بيعملوها عرفيهم ان انتوا بتاخدوا حسنات على اللي انتوا بتعملوه. ويا ربنا يا رب كده يرزق كل مشتاق، ويحسنهم كده يا رب كده خلقا وخلقة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ويحسن ايامهم ان شاء الله يا رب. هنا بقى بص انا خلصت بقى الغسيل. وايه انا طبعا بختصر معاكم عشان مش عايزه اطول عليكم. يعني مش حابه اطول عليكم الفيديوهات كده، عايزاها تبقى مختصره كده يعني على قد ما اقدر. وما تنسوش بس تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبحلم كده ان شاء الله ان القناه تكبر، وان شاء الله تكبر. يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني انا عند ظن عبدي فيه، وان شاء الله انا ظني في ربنا خير، وان شاء الله يعني متفائلة ان شاء الله خير برضو، يعني ربنا يسترها. وهنا بقى بصوا دخلت على الصالة بقى، مسكت على الركنة. بصوا المنظر اللي كان تحت منها، يعني هي حرفيا لا المنظر رهيب. والاحلى حاجة بقى ليها المكنسة. يعني انا ساعات بعملها كده بالفرشة وانضفها، بس بحس ان المكنسة بتجيب بصراحة يعني ايه اللي جواها حلو اوي، بتشفط كل اللي فيها. فهنا بقى بصوا بدأت كده ايه اعملها كده حلو. يعني كنت شايلة الفرش بتاعها عشان اغسله اهو، اللي هو البياضات دي. انا بحب البياضات بتاعت الركنة جدا. يعني انا عن نفسي عايزة اجيب لها اللي هي كسوة زي الانتريه كده، زي اللي انتوا شفتوها في الانتريه. بس مش عارفة الركنة عندي الاقي مقاسها ازاي او اجيبها ازاي. يا ريت لو تعرفي، يعني لو حد يعرف يقولي في الكومنتات. يعني المشكلة في المقاس بتاعها، فانا مش عارفة هلاقي مقاسها يعني. هي 3 قطع. فبصراحة بريح نفسي بعمل اللي هي دي. ولان غلطت في مرة وجبت كسوة، الكسوة كانت كبيرة قوي، يعني قصيت منها وخيطت وجددت فيها. وعايزة اقول لكم برضو كبيرة، يعني انا بقعد احشر فيها تحشير رهيب. يعني هبقى فرشها معاكم في مرة، هتشوفوني كده بدخل الزيادات بشكل فظيع. يعني لو شفتوها هتقولي هي كانت اكبر من كده فين، يعني ازاي. فهبقى اوريها لكم. ويا ريت لو حد يعرف يقولي في الكومنتات ايه اللي ممكن اعمله او اجيبها ازاي، يعني اخد مقاسها ازاي واجيبه ازاي. وان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني لو حد يفيدني واعرف اجيب لها كسوة زي الانتريه، لان انا بصراحة بحب الكسوات دي جدا. لما جربتها في الانتريه لا طلعت حلوة جدا، طلعت تحفة. هنا بقى انا بص كنت خلاص خلصت كده وظبطت الستارة وفرشت الركنة بتاعتي. بس انا عندي هنا كيس مخدات نفس الركنة. بس قلت لا عادي، مش هفرشها برضو، هخلي كده ايه يبقى فيه اختلاف شوية.
وهبدأ بقى بعد كده اكنس الارض. بصوا على طول يعني والله هو ما بياخدش وقت، بس احنا الحر مخلي الواحد بصراحة مفرهد خالص. بس الواحد كده قومي كده واستعيني بالله وقولي كده يا معين اعني، وان شاء الله ربنا هيعينك، وان شاء الله ربنا يا رب يدينا الصحة جميعا ويديم علينا نعمتي الصحة والستر. بص بقى كده خلاص، انا كده كنت خلاص بخلص الصالة. وان شاء الله ان شاء الله الفيديو بتاعي كده يكون عجبكم، ويا رب تستفيدوا منه واكون خفيفة على قلبكم. وبص هو ما خدش حاجة والله حرفيا، يعني هي الترويق ما خدش معانا حاجة، بس هو الكسل. ما تعرفيش يعني في حاجة كده تحس الجو نفسه حر. فقومي واستعيني بالله كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله